المدرب عنده طموح، اوكي، بس لازم تكون كما نقولوا واقعي. انا لغايه الحين دربت مع الفريق اسبوع 8 ايام، فتحاول ما امكن انه تعمل الاوتوماتيزمات ديالك، طريقه التفكير. هذا بيتطلب وقت، احنا عارفين هادشي بيتطلب وقت. بس عندنا كاس اللي مهمه، كاس اللي بغينا نظهروا بها في واحد المستوى اللي مشرف. فتنحاول ما امكن في الظروف اللي مرينا فيها لغايه الحين وفي الجو انه نحاولوا ما امكن نقدموا واحد المستوى اللي هو كبير. تكلمتي على الاوتوماتيزمات تتطلب وقت، ولكن تبتدي من الاساس، وتنتمنى انه ان شاء الله في المباريات نكبروا في البطوله. احنا ماشي 100% في الاوتوماتيزم، هذا عادي، بس كما نقول لك هذا مش عذر. وانا كما قلت لك كمدرب طموح مع الفريق ديالي، غادي نحاولوا ما امكن انه هاد الاعذار نعملوهم بجنب ونحاولوا نقدموا لغايه الحين. ولا نشوفوا التدريب حتى اخر تدريب تاع البارح انه كثير من الاوتوماتيزمات اعطاوني واحد الاحساس اللي هو ايجابي. فاحنا في الطريق الصحيح، وتنتمنى ان شاء الله انه نقدموا كما قلت لك اقصى ما يمكن من جهدنا بالنسبه في المباريات. بالنسبه للتعاقدات، عندنا تعاقدات جديده، فتحتاج تتطلب الوقت التاقلم مع الاوتوماتيزات ديالك كمدرب، والتاقلم مع الجو في الفريق واللاعبين. كما تنقولوا الجو اللي بين اللاعبين. عندنا لاعبين اللي خارج من المغرب، عندنا لاعبين مغاربه. بالنسبه للهدف ديالي الاول كان نعمل من اللاعبين مجموعه، واللاعبين مستعدين، لاعبين كما نقولوا تيحاولوا انه يتعلموا كل يوم. فهادشي تيعطيني الطاقه باش نقدر نقدم اكثر، لانه دائما المقياس، بالنسبه بتكلم على نفسي كمدرب، المقياس انك تعطي معلومات للفريق ديالك. كثره المعلومات المقياس تنقيسها بالفهم تاع اللاعبين. ما يمكنش تعطي اللاعبين معلومات كثيره وانت بتعرف انهم لسه ما فاهمينش هذا. بالنسبه للاعبين ديالنا حتى الان انهم مستعدين، حتى المقياس انه كاين واحد تاقلم سريع. تنحاول ما يمكن نعملوا مجموعه اولا زائد الاوتوماتيزمات، وبالنفس وبالروح اللي معروفه على اللاعب المغربي. نتمنى ان شاء الله هذا الكومبينيشن كما تنقول لك انه نحاول نقدم واحد المستوى اللي مشابه.